هل سبق وسألت نفسك لماذا نواجه صعوبات في النطق أو التواصل؟ ومتى يكون هذا الأمر طبيعياً؟ ومتى يحتاج إلى تدخل؟ أهلاً وسهلاً بكم في هذه القناة. أنا لبنى، أخصائية تقويم النطق. أدعوكم لمتابعة هذا الفيديو حتى النهاية، لأن فيه معلومات مهمة قد تفيدكم خلال مرافقة كثير من الأطفال في مسار تقويم النطق. تظهر بعض الصعوبات لا ترتبط بقدرات الطفل، بل بطريقة تعامل المحيط معه. فكل أسرة تريد ما هو أفضل لطفلها، ولكن في بعض الأحيان تؤدي بعض التصرفات دون قصد إلى إبطاء التقدم. ومن أهم هذه الأخطاء الاستعجال في النتائج. فبعض الوالدين يدخلون مسار تقويم النطق وهم ينتظرون تغييراً سريعاً في أيام أو أسابيع قليلة، ولكن تطور اللغة لا يسير بسرعة ثابتة ولا يخضع لجدول زمني دقيق. فكل طفل له إيقاعه الخاص وله طريقته في التقدم، والاستعجال قد يحول العلاج إلى مصدر ضغط بدل أن يكون مساراً داعماً. ومن الأخطاء الشائعة أيضاً مقارنة الطفل بغيره، فيقارن بأخيه أو بابن الجار أو بأطفال في نفس العمر، وهذه المقارنة قد تؤذي ثقة الطفل بنفسه وتشعره بالفشل. فالطفل لا يتقدم عندما يقارن، بل يتقدم عندما يشجع ويقبل كما هو. ومن الأخطاء تحويل البيت إلى قاعة تمارين. فبعض الأسر تكرر التمارين بشكل مفرط وبطريقة قاسية، وتطلب من الطفل أن يردد وأن يعيد وأن يصحح دون مساحة للعب أو الراحة. ولكن التعلم لا يحدث تحت الضغط، فالطفل يتعلم اللغة في السياق الطبيعي وفي اللعب وفي التفاعل. ومن الأخطاء أيضاً التصحيح المستمر. فعندما يحاول الطفل ويخطئ في نطق كلمة، يقاطع فوراً ويصحح، وهذا قد يشعر الطفل بأن الكلام خطر أو مصدر فشل. الأفضل هو تقديم النموذج الصحيح دون توبيخ ودون إيقاف لمحاولته. ومن الأخطاء تجاهل دور البيت. فبعض الأسر تعتقد أن العلاج يحدث في الجلسة فقط، ولكن الحقيقة أن الجلسة لا تمثل إلا جزءاً صغيراً من حياة الطفل. أما البيت فهو المكان الذي يتكرر فيه التواصل وتبنى فيه اللغة. ومن الأخطاء أيضاً عدم التواصل مع الأخصائية. فبعض الوالدين يشعرون بالقلق أو بعدم الفهم، ولكنهم لا يطرحون أسئلتهم. والتواصل يساعد على توحيد الجهود وعلى فهم الأهداف. ومن الأخطاء التوقف عند أول صعوبة. فبعض الأسر تبدأ بحماس ثم تتوقف عندما لا تظهر نتائج سريعة، ولكن الاستمرار هو أحد أسرار النجاح. وفي المقابل هناك سلوكيات تساعد على نجاح المسار، منها الصبر والتشجيع وقبول الخطأ وتقدير كل تقدم صغير. فتقويم النطق ليس سباقاً، بل مسار نمو، وكل خطوة فيه مهما كانت بسيطة لها قيمتها. ومن الأخطاء التي تقع فيها بعض الأسر أيضاً الاعتماد الكلي على الشاشات باعتبارها وسيلة لتعليم اللغة. فبعض الآباء والأمهات يعتقدون أن الفيديوهات التعليمية والتطبيقات قد تغني عن التواصل المباشر، ولكن اللغة لا تكتسب من شاشة، بل تكتسب من إنسان. فالطفل يحتاج إلى تبادل النظرات وإلى رد الفعل وإلى الاستجابة لمحاولاته.
وهذا لا توفره الشاشات مهما كان المحتوى جيداً. ومن الأخطاء عدم توحيد الطريقة بين أفراد الأسرة، فقد يتبع أحد الوالدين توجيهات أخصائية تقويم النطق، بينما يتبع الطرف الآخر طريقة مختلفة، وقد يتدخل المحيط بنصائح متعددة وأساليب متناقضة، وهذا قد يربك الطفل ويبطئ من تقدمه. فمن المهم أن تكون الرؤية واضحة، وأن يكون الهدف مشتركاً بين جميع من يتعامل مع الطفل. ومن الأخطاء أيضاً تفسير كل سلوك على أنه عناد، فبعض الأطفال يرفضون التكلم أو التفاعل ليس عناداً، بل لأنهم لا يستطيعون. وهنا يجب أن نغير نظرتنا من لا يريد إلى لا يستطيع، فهذا التغيير يؤثر على طريقة تعاملنا وعلى نبرة صوتنا وعلى صبرنا. ومن الأخطاء الخفية التي لا ينتبه إليها كثيرون الحديث عن الطفل أمامه، فبعض الأسر تتحدث عن صعوبات الطفل وهو حاضر، ولا تعلم أن الطفل وإن لم يتكلم فإنه يشعر ويفهم ويتأثر. ومن المهم احترام مشاعر الطفل وتجنب وصفه بطريقة سلبية. ومن الأخطاء أيضاً توقع التقدم المستقيم، فتقويم النطق لا يسير دائماً في خط تصاعدي، فقد يتقدم الطفل ثم يتوقف قليلاً أو يتراجع في بعض المراحل، وهذا لا يعني فشل العلاج، بل هو جزء من مسار التعلم. ومن المهم أن ننظر إلى الصورة الكلية ولا نركز على لحظة واحدة. ومن الأخطاء عدم الاعتراف بالتقدم الصغير، فبعض الأسر تنتظر الجمل وتتجاهل الإشارة أو الصوت أو المحاولة، ولكن هذه الخطوات الصغيرة هي أساس اللغة، وتقديرها يشجع الطفل على الاستمرار. وفي المقابل هناك سلوكيات بسيطة تحدث فرقاً كبيراً، منها تقبل الخطأ وتشجيع المحاولة وتوفير بيئة آمنة للتعبير. فالطفل الذي يشعر بالأمان يتجرأ على الكلام. ويبقى أن نجاح مسار تقويم النطق لا يعتمد على جلسة واحدة ولا على شخص واحد، بل هو عمل مشترك بين الطفل والأسرة والأخصائية. وكلما كان هذا التعاون أكثر وعياً وأكثر صبراً، كلما كان التقدم أكثر ثبوت. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الفيديو. أتمنى أن يكون المحتوى قد كان واضحاً ومفيداً لكم. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك في القناة وترك أسئلتكم في التعليقات. شكراً لكم على المتابعة، وأراكم في فيديو قادم.